هشارك معاك في الفيديو يا صديقي علامات بسيطة جدا يمكن تأكد لك تماما بإن البنت المعينة اللي داخل دماغك معجبة بيك أو بتحبك. هي علامات سهلة وسريعة يمكن إن تضمن ليك إنك تستطيع تتكلم معاها أو تستطيع تعرفها بمشاعرك وإنت مطمن جدا. أكتر حاجة بتخوف الراجل وأكتر حاجة بترعبه هي فكرة يكون معجب ببنت معينة ويروح علشان يصارحها ثم يتعرض للرفض. ساعتها بيكون الرفض مؤلم جدا. عايزك تركز معايا جدا، هي علامات بسيطة جدا، هي علامات متكونة من 4 خطوات بس. لو يهمك تعرفهم يلا بينا. الخطوة الأولى لازم تعرف شخصية الشخص الآخر. أنا قصدي أنت محتاج لبعض الوقت علشان تعرف البنت أكتر، بمعنى تعرف الحاجات المفضلة ليها، تعرف الأماكن اللي بتحب تروحها، نمط حياتها، الحاجات اللي بتحبها، عادتها. أول ما تعرف كل المعلومات عن البنت لازم تعرف منها هي، ما تسألش حد عنها، اعرف منها هي وانت بتتكلم معاها، اعرف اكتر. واول ما تجمع منها المعلومات نروح للخطوة التانية، انك تحاول تختلف معاها. كل المطلوب منك في هذا النقطة هو انك تبدأ تبين بانك مختلف معاها جدا. يعني مثلا اذا كانت البنت بتحب السفر كتير، بين ليها انك ما بتحبش السفر كتير وبتحب الاستقرار في بيتك او في شغل. اذا كانت هي مثلا عايزة تشتغل بعد الجواز، فلازما عليك تبين ليها انك بتميل للبنت اللي ما بتحبش تشتغل بعد الجواز. بين اختلافك معاها وراقب حاجة مهمة جدا، هل هي موافقة مع اختلافك؟ نعم ام لا. هتلاقيها بتقولك انا ما بحبش السفر، وقالت لك قبل كده انها بتحب السفر علشان انت ما بتحبش السفر. ساعتها هتتأقلم مع اختلافك، بمعنى هتلاقيها بتقولك بصراحة السفر بيكون مرهق جدا والاستقرار بيكون أحسن وأجمل. يعني تحاول تبين ليك إنها موافقة مع اختلافك. لها إنك ما بتحبش اللبس المعين وهي بتلبسه دايما، هتلاقيها بتقولك صح أنت عندك حق، أنا بفكر أغيره. يعني تحاول تتأقلم وتوافق على الحاجات اللي أنت مختلف معاها فيها. وإذا عملت كده لازم تعرف إن البنت دي مش معجبة بيك وبس، يعني هي تحاول توضح ليك انها موافقة على كل اللي انت بتقوله. يعني تحاول تبين ليك انها مناسبة ليك، فهي موافقة على كل اللي انت بتقوله وكل افكارك وكل حياتك. الخطوة الثالثة اللي انا عايزك تعملها علشان تقطع الشك باليقين، عايزك تزعل منها بأي سبب من الاسباب وحاول انك تعمل مشكلة صغيرة او حتى تافهة وبين ليها انك زعلان ومش عايز تتكلم معاه. وإذا لقيتها بتحاول تعتذر ليك، إذا لقيتها مصممة إنها ما تقصدش تزعلك وبالرغم إن المشكلة أنت اللي عاملها، إذا لقيتها بتعمل كده هي مش عايزة تخسرك. ومفيش أي بنت في العالم بتعمل كده إلا لما تكون بتحمل ليك مشاعر جيدة وقوية جدا اتجاه. الخطوة الأخيرة اللي أنا عايزك تعملها، اختفي لبعض الوقت، اختفي يومين 3 وبعد كده كلمها. وأول ما تختفي وترجع تكلمها هتلاقيها بترد عليك بسرعة جدا، هتلاقيها كانت قلقانة جدا عليك، هتلاقيها كانت مستغربة وبتسألك كنت فين وهي مش زعلانة. يعني البنت كانت مستنياك إذا عملت ال4 خطوات: 1 اعرف شخصيتها واجمع عنها معلومات، 2 اختلف معاها وراقبها، هي موافقة مع الحاجات اللي انت مختلف معاها فيها وبالرغم انك مقتنع تماما انها بنفس الافكار، 3 ازعل منها وراقبها، هل هي تحاول انها ترضيك؟ 4 اختفي لبعض الوقت وراقبها، هل هي كانت قلقانة جدا عليك وأول ما تتصل بيها هترد بسرعة وتبدأ تتكلم معاك وأكنها كانت مستنياك. وإذا لقيت النتيجة هايلة فكل اللي عليك اوعى تكرر ال4 خطوات انك اتأكدت خلاص بانها معجبة بيك. والبنت دي اذا ضيعتها او اذا اذيتها او اذا خسرتها فتأكد انت الخسران الاكبر، لانك من النادر هتقابل بنت بنفس الشكل. مستني تعليقك في اسفل الفيديو. واذا عجبك الفيديو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو القادم.